كلنا بنبقى نفسنا نرجع بالزمن عند يوم معين عشان ناخد قرار مختلف أو نغير غلطة عملناها، لكن في فيلم ألف مبروك الزمن بيقف عند يوم واحد بس، والبطل بيتحبس جواه ويفضل يتكرر معاه نفس الأحداث والمواقف ويقابل نفس الشخصيات. الشيء اللي يبدو ظاهريا عقاب ولكن بداخله فرصة عظيمة لاكتشاف الذات. فاستعد لبدء رحلتنا في شرح وتحليل فيلم ألف مبروك، واحد من أذكى الأفلام المصرية اللي كانت بتحمل بعد فلسفي وبتجبرك تعيد تفكيرك اتجاه نفسك والناس اللي حواليك، بل واتجاه حياتك كلها. الفيلم اللي بياخدنا في رحلة بين الضحك والأسى، بين السخرية والمعاناة، بين العبثية والجدوى. فتفتكر ليه اليوم بيتكرر، وإيه الرسائل اللي الفيلم عايز يوصلها لك، وإيه المعنى الحقيقي وراء نهايته. ده اللي احنا محتاجين نعرفه. فيلم ألف مبروك كما لم تراه من قبل. أكشن. بعد نزول آسف على الإزعاج، الفيلم اللي عملت عنه حلقة قبل كده واللي كان بمثابة نقلة محورية في مسيرة أحمد حلمي الفنية وخلاه يقدم نفسه بشكل مختلف للجمهور بعيداً عن النمط الكوميدي المعتادين عليه منه، بيستكمل أحمد حلمي رحلة تفرده بين أبناء جيله واتجاهه لتقديم أعمال ذات معنى ورسالة، وبينزل بعدها بسنة وتحديداً في 2009 يوم 15 يونيو بفيلم ألف مبروك بعد تغيير اسمه من عقبال عندكم. الفيلم اللي حب إنه يكون حقيقي فيه لأقصى درجة، فاعتمد على مجموعة من الوجوه الجديدة في التمثيل وقرر إنه يخلي الشخصية باسمه الحقيقي. وهو الفكرة كانت من الوجوه الجديدة دي كلها كان ما تيجي نخلي الناس تحس إن الفيلم كأنه حقيقي، وده السبب اللي أنا طلعت فيه في الفيلم باسمي، طلعت أحمد. استعان بالمخرج أحمد نادر جلال والمؤلف محمد دياب اللي لأول مرة كان بيشاركوا الكتابة أخوه خالد دياب عشان يقدموا لنا قصة مختلفة تماماً عن السينما المصرية، ولو إنها مش مختلفة بالنسبة للسينما العالمية، لأن مع نزول الفيلم سرعان ما تم ربطه بفيلم جراوند هوك داي وانهالت الاتهامات بالاقتباس والسرقة والتمصير، الشيء اللي هنتكلم عنه باستفاضة أكتر في نهاية الحلقة. قصة الفيلم اللي بتاخدنا رحلة مع أحمد جلال اللي بيتحبس جوه يوم واحد من حياته، ولكنه مش يوم عادي، لأنه بيكون يوم فرحه وأيضا يوم مماته، ومهما حاول يخرج من التايم لوب دي بيفضل محبوس جواها وبيموت في آخر اليوم ويصحى تاني يعيد اليوم من الأول، ولكن في كل مرة كان بيكتشف حاجة جديدة. فتعالوا نشوف إزاي الرسالة كانت في الرحلة نفسها، وإيه اللي أحمد كان محتاج يتعلمه عشان ينهي التكرار ده، وإزاي تفاصيل صغيرة ما خدناش بالنا منها غيرت معنى الفيلم كله. بنفتتح الفيلم بمشهد جميل بنفهم فيه شخصية البطل اللي بيكون نرجسي ومتمحور حوالين ذاته. طب ممكن جنيه اجيب ولاعة؟ يا راجل حافظ على صحتك. همشي 5 من الموظفين اللي هم متعينين بعقود، بعدين انت مش كده في 5 مستجدين بتمرنهم يعملوا شغلهم وشغل اللي انا همشيهم ويتفحتوا. عشان ما يتخصمش من مرتبه 5% قرر يرفد 5 موظفين، يعني مستوى رهيب من اللامبالاة بحياة الآخرين، وحتى نفس الشيء مع عيلته، أهم حاجة بالنسبة له هي نفسه وبس. ايوه يا احمد، انت خدت عربيتي؟ يا ابني كنت عايز اودي امك للدكتور. بلاش عربيتي عشان عايز اتغير زيت، معلش خد ميكروباص او تاكسي. والله انت ما عندك دم يا اخي. الو يا ماما. اصل في دواء مش لاقيه جنبنا في الصيدليه. ايوه خليك معايا ثانيه واحده هجيب لك اسم الدواء. مصطفى عندي خبر ليك مش حلو. ايوه يا حبيبي، اسم الدواء. انت رحت فين يا حبيبي؟ أحمد متعلق بالحياة ولذتها، وده اللي خلى أمنيته إنه يعيش في الحياة لحد ما يبقى عنده 100 سنة. بس عارفه اكتر امنيه نفسي فيها ايه؟ ان انا اعيش لحد ما يبقى عندي 100 سنه. وطبعا فكرة العيش لأطول فترة ممكنة ليها تفسير آخر هنجيله كمان شوية. المهم إن بكده بتخلص الافتتاحية وبنبدأ فيلمنا. أحمد بينام وبيصحى يوم فرحه، وأول حاجة عايزك تلاحظها في اليوم ده إن ساعته بتبقى واقفة على 12. ده الساعه 12، انت سبتيني نام كل ده ليه يا ماما؟ يا حبيبي الساعه 10. 10؟ لما انا ساعتي واقفه على 12 ليه؟ ومن الحاجات اللي بيتم بروزتها إنه مستغرق في ذاته، والأمثلة على ده إنه هو معدي على المطبخ شاف أمه تعبانة قام مكمل عادي طريقه للحمام، وحتى أبوه كان عايز الحمام ولكن هو قاعد جوه لا يبالي.
طب والله ما انا خارج لما تسمعني الشعر. ورايا شغل اغنيها لك. جبت لي الفلوس؟ فلوسك جاهزين وموجودين معايا من امبارح والله، بس ناقصين 2000 جنيه. يا ابني ارحمني شويه، انا لسه ما فوقتش من قسط عربيتك ولا من مصاريف فرحك. وعلى الرغم من أنانية أحمد، ولكن بنفهم في المشهد ده إن عيلته عكسه تماماً، وبيمتازوا بالإصرار وما عندهمش مشكلة يبدوا مصلحة ابنهم وسعادته عليهم هم. علشان هو انا بنت وانت ولد تقوم تتحكم فيا. خش بقى على الشعار، ما انت اختي وحافظك صم. وهتلاقي إن أحمد على طول متوقع كلامهم، وده يوريك إنه بيتعامل معاه بشكل سطحي، مجرد كلام بيتقال بس عمره ما فكر فيه ولا اداله أي أهمية. ومن الحاجات اللي هتتكرر برضه صباعه اللي بيتعور، فخليك فاكرها عشان ليها ربط في الآخر. وتعالوا دلوقتي سريعا نعدي على كام مشهد يبرزوا لنا أكتر الصفات الشخصية لأحمد. سكوت بقى، مش عارف توقف الحرامي. اهرب اهرب اهرب. انت هتمشي وتسيبه؟ اذا كان اللي خبطه سابه يا معلم. يا عم عربيتي ايه اللي هتحطه فيها؟ اسمع بس. بصوا كده بيتفتف على التابلو ازاي. لازم حد يمضي عشان يبقى مسؤول عن الحالة ونقدر نبص عليها. انا ما خبطتوش، انا مالي ميمون. الحالة ماتت. الراجل ده ذنبه في رقبتك. اوكي انا ما عنديش مشاكل. أحمد لما بيخرج من القسم فيه عيل صغير بيخبط الكورة في دماغه، ودي آخر حاجة أنا عايزك تكون فاكرها، بجانب زي ما قلت لك صباعه اللي بيتعور وساعته اللي بتبقى واقفة. هيقعد يكذب بقى ويحكي لي في مقاسي عشان ما فصلوش في الاجره. غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضان، ويا ريت ما كان في العربيه. بعدها بيروح يقابل كريم صاحبه عشان نشوف مشهد رايق بينهم. انت هتتجوز ازاي وتصبعك متعور كده اصلا؟ وصباعي ماله ومال الجواز يا وماله مال الجواز ازاي؟ مش هتعملها كده اهو. وبجانب كل الصفات السيئة اللي في شخصية أحمد، فهو أيضا سريع في إصدار الأحكام على الناس. فاكر موضوع البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليه بقى لي فترة؟ البنات بتوع النت دول بيبقوا نظام شقق. ايه يا ابو حميد في ايه؟ دي مؤدبة جدا. والله انت اللي غلبان مله. بيرجع البيت بيلاقي أبوه تعبان، فبيتضايق إن أبوه تعب في يوم فرحه يعني تحديدا. هو انت على طول كده ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه؟ شايف ابوك تعبان وانت ولا همك؟ مريم بترشح لأحمد صباه وبيروح هناك وبتوصي عليه ابن عمها سعيد، وهناك أحمد بيدخل الحمام وبيلاقي إن سعيد بعد ما خلص مغسلش إيده. أنا سعيد ابن عم مريم، ألف مبروك. سعيد بلاش طبعا يا سعيد طبعا بقى. أحمد بيخلص وبيروح على الفرح، وقبل ما يدخل القاعة بنلاقي تريلا بتخبطه وبيموت، وبعدها بيصحى من النوم وبيلاقي إن اليوم بيتعاد. عرفتك في اللي فات شخصية أحمد وأبرز المواقف اللي بيقابلها في اليوم ده، وعشان مدة الحلقة ما تطولش على الفاضي وإن اللي جاي من الفيلم هيتم تكرار نفس اليوم بمواقفه ولكن من زوايا مختلفة، فهتلاقيني بعرض لك أبرز الأحداث اللي بتحصل في كل تكرار فقط. ودلوقتي خلونا نرجع للتكرار رقم 1. أحمد بيبقى مستغرب ومستنكر جدا اللي بيحصل معاه، وبيحاول يتأكد هل فعلا الكلام والمواقف بتتكرر ولا لأ. يا ماما طبعا. بابا انت جبت لي فلوس القسط الاخراني بتاع الشقه، كاملين بقى ولا ناقصين؟ ناقصين 2000 جنيه يا معلم عادي. حلم مجنون ولا ايه؟ بنعرف إن أحمد مدير الحسابات في شركة سمسارة أسهم. الأستاذ أحمد مدير الحسابات عندنا في الشركة، حب يمشي جنب الحيط بس لمجرد إنه يبعد عن روح المجازفة اللي بيعيشها السمسار كل دقيقة. والمرة دي بيشوف الحادثة اللي بتحصل والراجل اللي بيموت وكمان اللي خبطه. يلا نروح القسم. اسكت، ما هيموت. نروح القسم قبل الظابط ما يقعد يفطر ونقعد جنبه. ايه؟ مات ها؟ الحالة ماتت. الله الله. وبرضه مازال مستغرب اللي بيحصل معاه وبيبدأ يشكك في كل حاجة. هو انا ما ركبتش معاك قبل كده؟ افتكرش يا باشا، ده انا حلمت بنفس الحرامي وبنفس الظابط وبنفس الراجل اللي مخبوط في الشارع اهو. فاكر البنت بتاعت النت؟ أصل أنا اكتشفت إن أخوها صاحبي. مع كل تكرار أحمد بيكتشف حاجة جديدة وبنشوف المواقف من زاوية مختلفة. انت تعبان؟ ليه بتتعب دلوقتي؟ هات الدواء بسرعه. لا مش دي عون شعري. بس الشيء الثابت مع كل تكرار إن صباعه بيتعور وإن الكورة بتخبط في دماغه وإن ساعته بتبقى واقفة على 12. يعني انا بشوف الحلم بيتحقق وبموت في الاخر، ده طبيعي؟ وبالصدفة بيكتشف إن حقن الشعر بتاعت مامته هي ترامادول أصلاً. ترامادول يا احمد؟ بتضرب ترامادول؟ عبيط ولا ايه؟ يا عم ده حقن الشعر بتاعت امي. عشان ده ادمان. ترامادول؟ أحمد بيروح فرحه وقبل ما يدخل القاعة بيلاقي تريلا وبينجح إن هو يفاديها. يا فلت منها. وبيموت ويصحى تاني في التكرار رقم 2. في المرة دي بيبقى ظاهر عليه التذمر وبيبقى فاكر إن المشكلة في فرحه، فبيقرر إن هو ما يروحش. انت عارف الناس هتقول ايه على بنتي لو العريس ما جاش الفرح؟ حاسس ان انا هموت بعد الفرح. مش احسن ما تموت دلوقتي
ولا ايه رايك؟ ده المشهد الوحيد اللي بنشوف فيه الممثلة رحمة حسن بعد ما تم حذف مشاهدها من الفيلم، واللي كانت عاملة دور مريم خطيبة أحمد. وبعدين حصل تعديلات في السيناريو، هما ما غيروش دور البنت، هما شالوها خالص. واعتقد ان هما كانوا عايزين حد في الفيلم ده اول مرة يمثل. أحمد بيقرر إنه المرة دي يكتب كل اللي بيحصل معاه على ورق عشان لما يصحى تاني يبقى يشوفه. انا خدت فلوس من الخزنه، كنت مزنوق فيهم وخدتهم جد تحقيق. يا فضحتك يا جلال، يا فضحتك يا احمد. وحتى بعد ما قرر إنه يهرب من الفرح بيموت برضه. بيصحى في التكرار رقم 3 وبيلاقي إن الورق اللي سابه في أوضته فاضي كأنه ما كتبش حاجة، وبيقرر إنه المرة دي يراقب أمه، وبيلاقيها فعلا بتروح تجيب ترامادول. ابويا حرامي وامي طلعت بتدمن بتضرب ترامادول. وهنا بيتقال جملة محورية في أحداث الفيلم على لسان صاحبه كريم. اي حد في الدنيا ممكن يغير الواقع بسهوله، لان الواقع ده بيحصل بسببنا. انما اللي ما نقدرش نغيره القدر، لانه بيحصل لنا. لكن بعدها بيموت برضه، وبيصحى في التكرار رقم 4. مت برضه. واضح ان الجواز والفرح ما لهمش علاقه. ومن الحاجات المميزة في الفيلم هي الأشكال المختلفة اللي بيموت بيها أحمد، كان فيها إبداع ومفاجأة للمشاهد. فين ايه دلوقتي؟ الفرن زمانه قفل، الساعه بقت 12. وبيصحى في التكرار رقم 5 وبيكتشف إن البنت اللي كان صاحبه كريم بيكلمه عليها تبقى أخته. وبيجي أفضل مشهد بالنسبة لي يعني في الفيلم. لا أنا حرامي ولا مختلس ولا بضرب حقن ترامادول ولا أنا فاجر زي الست هانم. أنا أحسن واحد في البيت ده، أنتوا فضيحة. أحمد بيقرر إنه ياخد ردود فعل مختلفة اتجاه المواقف اللي بتحصل في اليوم ده، ولما بيلاقي الحرامي بيضربه وبعدها بيروح يولع في منير. انا بس كنت عايز ربنا يسهل لك يا حبيبي. يا عم انا مش شحات. بقول لك ابعد ايدك من على العربيه. ادي العربيه ادي العربيه، هتتاخد منك كمان شويه. اصلا لا هتخبطوا غبي. وكان رايح القسم عشان الضابط، وانت بقى متخيل الباقي يعني، انت واصله لك. يلا المسامح كريم، خليه يكمل فطاره. واخر واحد عليه الدور هو كريم صاحبه بعد ما اكتشف انه بيكلم اخته. وكالعاده بيموت وبيصحى في التكرار رقم 6 وبيحاول ينتقم من كريم صاحبه. اقعد هنا كنت ملي قدام الساعه دلوقتي 12 ودقيقه بالظبط. راح فين 12 دقيقه. وكالعاده بيصحى في التكرار رقم 7. كده يا بابا مش بعيد تكون بتاخد فلوس. انت متخيل ان مع تكرار المواقف دي كلها احمد ما فكرش انه يعيد تفكيره حوالين الحاجات اللي بتحصل معاه، وهو بس متضايق ان ابوه حرامي وان امه مدمنه وان اخته بتكلم صاحبه، مش علشان خايف على حد منهم ولكن عشان شايف انهم كده فضيحه بالنسبه له، فبيقرر ان هو يموت. ولكن بيصحى يلاقي نفسه في المستشفى عشان الساعه لسه ما جاتش 12، وده يوريك ان موضوع موته هو فعلا قدري. وبيصحى في التكرار رقم 8 وبيقرر انه يسيب البلد كلها ويسافر. والساعة الآن 1 بعد منتصف الليل، 12 بتوقيت القاهرة. وبيصحى في التكرار رقم 9 ولكن بيموت من العطش في الصحراء، وفي التكرار رقم 10 بيموت بشكل مختلف. الموضوع عامل زي الدوائر، دوائر صغيرة جوه دايرة كبيرة. الدوائر الصغيرة ممكن تتغير لكن الدايرة الكبيرة ما بتتغيرش. وبيصحى في التكرار رقم 11 وبيبدأ يظهر عليه اليأس، لدرجة ان هو قرر لا يبالي ويعمل حاجة مختلفة تماما ويروح يصطاد. الو ايوه مريم. ايوه يا احمد انت فين؟ بصطاد فيش. احمد انت بتتكلم بجد؟ يعني انت خلاص ما لقيتش ايوه ما انا اللي تروح تصطاد فيه؟ اهو انا ناقص ملل. وعلى فكرة احيانا اليأس بيكون مهم، لانه بمثابة جرس انذار ان المحاولات دي في الاتجاه الغلط، وده اللي بيحصل فعلا مع بطل فيلمنا احمد، واللي بيكتشف ان اللي ضربه ما كانش هو الحرامي، وانه لما ركب مع سواق التاكسي واداله فلوس برضه عرف ان ابنه تعبان، وانه فعلا ما كانش بيكذب عليه عشان ما يفصلوش في الاجره زي ما هو كان فاكر. يقعد شهر في الحضانه وعايز الفلوس النهارده هعمل ورديه بالليل وربنا يسهل. الساعه كام معاك يا رمضان؟ 5:30 يا باشا. اطلع على شغل بابا لو سمحت. وسط البلد، اطلع على وسط البلد. ولما بيروح شغل ابوه بيسمع مكالمته مع زميله حسيب بشكل كامل، وبيكتشف ان هو مش حرامي زي ما هو كان فاكر. انت خدت فلوس تسويه معاشك من الخزنه، بس انت المفروض كنت هتصرف بعد يومين، وعارف انها فلوسك اصلا. حصل جرد مفاجئ وللاسف اللجنه ما قدرتش زنقتك دي فحولوك للتحقيق. وبيصحى في التكرار رقم 12 وبيقرر انه يبلغ عن الديلر اللي والدته بتقضي منه،
بس اللي بيحصل إن أمه بتروح في نفس الوقت فبيتقبض عليها هي كمان. واضح إنها جت مع المتهمين غلط، أنصحكم إنكم تودوها مستشفى. عشان يكتشف أحمد إن والدته عندها كانسر. واضح إنها كانت بتستعمل مسكنات والظاهر ما خدتش النهارده المسكن، فعشان كده ما استحملتش الألم. أنا اديتها حقنة مورفين مسكنة. والأول مرة بطل فيلمنا يحس بالذنب وإنه فعلا أناني، عشان دي تكون لحظة التحول الحقيقية بالنسبة له. ده انت اتهمت امك انها مدمنه وهي عيانه، واتهمتني ان انا حرامي وانا راجل شريف. وليه ما قلتليش؟ لانك انت عمرك ما حاولت تعرف اي حاجه غير عن نفسك وبس. عشان أخيرا اللوب اللي كان محبوس فيها تقوم بدورها، وإنها تكسر طبقة الأنانية عند بطلنا وتعريه قدام نفسه. بعد ما البطل اتعلم واتغير وعرف حقيقة نفسه والآخرين، بينتهي التكرار وبنروح نستكمل النقطة اللي كنا واقفين عندها في أول الفيلم، وبنعرف من صوت عقارب الساعة اللي كان واضح جدا إن المرة دي مش حلم. وبيطلب من أمه إنها تتعالج، والمرة دي بيعرف يوقف في الحرامي اللي بجد، وبيقرر أيضا إنه ما يرفدش ال5 موظفين. اللي قدامكم في الصورة ده واحد عمره ما جازف ولا جازف حتى إنه يفكر. وبيروح على مكان الحادثة وبيقرر إنه ينقذ الراجل المخبوط، ولكن قدره إنه يموت في اليوم ده، وبيسلم الراجل اللي خبطه للحكومة. البنات بتوع النت دول معظمهم بيبقوا محترمين قوي. البنت اللي انا بكلمك عليها ديت تبقى اختك. وانا جاي النهارده مخصوص يا كريم عشان اقول لك خلي بالك منها. وبيطلع على شغل والده وبيقرر إنه يرجع فلوس المعاش اللي هو أخدها من الخزنة. ليه عملت كده؟ دي اقل حاجه ممكن اعملها. انت احسن ابن في الدنيا وانتي اجمل ست في الدنيا. ماما اوعديني ان انتي تتعالجي. وعلى فكرة هنا حصل لخبطة بشكل حقيقي من الممثلة ليلى عز العرب، ولكن هم كملوا المشهد عادي. الساعه كام معاكي يا ماما؟ مش عارفه ساعتي واقفه من امبارح، من النهارده الصبح. اسف يا دوب تلحقي. هي كانت مفروض تقول من النهاردة الصبح مش من امبارح، لأن دي من العناصر اللي مهد لك بيها المخرج إن الخطر المرة دي هيبقى عليهم هم. لأن لو تفتكر من الحاجات المتكررة في أحلام أحمد إن ساعته بتقف وصباعه بيتعور والكورة بتخبط في دماغه. كل ده حصل فعلا المرة دي، ولكن بشكل مختلف، اتوزع على عيلته. أخته صباعها بيتعور والكورة بتخبط في وش والده، وبالنسبة لوالدته ساعتها بتكون واقفة. ايوه يا بابا انتوا فين؟ انا دخلت القاعه وما لقيتكوش. ايوه يا احمد، ايوه يا احمد، احنا وصلنا اهو. ايه ده باينني انا نسيت الموبايل. يا خبر ابيض. عشان يجي المشهد الفيك جدا. انا متفهم ان موت البطل بيبرز المعنى بتاع الفيلم، وده ما عنديش مشكلة معاه، ولكن ما عجبنيش المشهد لاني ما حسيتش انه واقعي او حقيقي، لان كان في فرصة لانقاذهم غير ان هو يضحي بنفسه، بجانب اصلا ان الطريقة اللي ضحى بنفسه بيها هي اوفر شوية. يعني هو شاف التريلا من اول الطريق، يعني اسهل حاجة انه يعدي وينقذهم، لكن هو لأ، فكر وقام ركب العربية، دور، جاب الاولاني، طلع وقف قدام التريلا. وحتى اخراجيا بص الكادر عامل ازاي، يعني وهو واقف باصص لهم وهم باصين له، يعني حاجة غريبة الصراحة. المشهد ده ما عجبنيش وما جاش معايا تماما، وكان ممكن يتكتب ويتنفذ بشكل احسن من كده بكتير. ما أعظم أن تكون غائبا حاضر عن أن تكون حاضرا غائب. طب ايه هو معنى الفيلم والرسالة اللي عايز يوصلها لك من نهايته؟ وايه الربط بين قصة الفيلم وأسطورة سيزيف؟ ده اللي هنعرفه في نهاية الحلقة. خلونا بس سريعا نتكلم عن أحمد حلمي اللي في الفيلم ده فكرني بمقولة الممثل لما ينسى إن هو بيمثل. ومش بقول كده لعظمة الأداء، مع إن الأداء يعني كان فعلا رائع، ولكن عشان أسلوبه اللي كان أقرب جدا للواقع. ردود الفعل والانفعالات كانت سلسة، ما تحسش أبدا إنها من شخصية مكتوبة، وده اللي خلى الكوميديا بتاعة الفيلم تضحك فعلا، عشان كانت بسيطة وطبيعية من غير بقى ما يكون في حزق في الإفيهات، لا بالعكس تحس إن الموضوع ارتجالي، فعرف يخليك تصدقه من خلال أسلوب تمثيل عفوي وغير مبالغ فيه، وقربك للشخصية أكتر وخلاك تنتمي ليها والعالم الفيلم كله. بالنسبة لإخراج أحمد نادر جلال كان مميز، خاصة إن الفيلم كان محتاج إن يتم التعامل معاه بذكاء، وإنه يعرف يحافظ على الإيقاع بالرغم من التكرار. ومن هنا نروح لمحمد دياب وخالد دياب اللي فعلا قدروا انهم يكتبوا سيناريو مختلف، ونجحوا الى حد ما اننا نشوف المشاهد من زاوية مختلفة في كل مرة كانت بتتكرر فيها. ليه بقول الى حد ما؟ عشان حسيت ان المرات اللي مات فيها ممكن تكون اقل من كده. 12 رقم كبير قوي،
ولو إنه مرتبط بالساعة اللي هو بيموت فيها، خاصة إن في مرات ما زقتش القصة لقدام ولا حتى عملت تقدم في الرحلة الداخلية للبطل، وتحس إن الكاركتر أرك اتأخر يعني نوعا ما شوية. وأيضا كنت أحب إن يتم الإشارة لفيلم جراوند هوج داي مش بس لأسطورة سيزيف، لأن الفيلمين بشكل عام متشابهين جدا حتى ولو كانوا مختلفين جوهريا، خاصة إن لقيت مقالة نزلت في موقع اليوم السابع قبل نزول الفيلم بأسبوعين قال فيها محمد دياب مؤلف الفيلم إنه هيعمل إشارة للفيلم الأجنبي، ولما نزل الفيلم لقينا إن ده ما حصلش. بالنسبة للمستوى البصري بتاع الفيلم كان عادي جدا، ولكن الموسيقى التصويرية كان فعلا فيها إبداع كبير من عمرو إسماعيل، وأيضا عرفت إنها تعبر عن الصراع الداخلي للبطل. إيه هي أسطورة سيزيفيوس أو سيزيف؟ الأسطورة الإغريقية اللي بتحكي عن ملك غشاش وطماع، ولكنه كان شديد الذكاء والمكر لدرجة إنه عرف يخدع إله الموت. فقرر زيوس كبير الآلهة إنه يعاقبه عقاب أبدي، ألا وهو إن سيزيف يشيل صخرة ويطلع بيها تل، ولكن مع كل مرة يقرب فيها إن هو يوصل للقمة تقع الصخرة لتحت تاني، ويضطر إن هو يرجع يعيد نفس المهمة من البداية في رحلة شقاء أبدي. الفيلسوف ألبير كامو في كتابه أسطورة سيزيف قدم نهاية مختلفة لهذه المأساة، وشاف إن سيزيف انتصر بصموده ورفضه للاستسلام، وكانت أشهر عباراته ينبغي أن نتخيل أن سيزيف سعيدا، وإن سيزيف اتحرر لما عرف إن مصيره تكرار فعل بلا جدوى للأبد، ولكنه أصر رغما عن ذلك إنه يعيش لحظته، مشيرا لأن هدف الحياة تجده في ذاتها. يتمثل المعنى هنا في إننا نحط قيمة في كل فعل بنعمله في الحياة مهما كان صغير، وإننا نحس إن مشوار حياتنا هو الهدف الحقيقي. طب هو إيه الربط بين سيزيف وأحمد بطل فيلمنا؟ إن الاتنين أعادوا اكتشاف ذاتهم عبر التكرار، وقادهم الفشل المتكرر لفهم المعنى، وده يعني اللي ضافته فلسفة الروائي الفرنسي. التكرار كان وسيلة للتطهير، وعموما في كل الأفلام اللي استخدمت فكرة التايم لوب كان هدفها إن البطل يكتشف حاجة جديدة عن نفسه أو عن الناس اللي حواليه، وده كان هو الغرض من القصة. أحمد ما كانتش بس مشكلته في إن هو شخص أناني أو غير مسؤول، ولكن إنه كمان بيشوف كل حاجة من منظوره ومتمحور حوالين ذاته، وده اللي بيوقعه في فخ سرعة إصدار الأحكام. تكرار اليوم ما كانش عقاب ليه، ولكنها كانت فرصة إنه يعيد التعرف على ذاته، ويدرك إن هناك معاني أعمق وأسمى من الأنانية، وإن العلاقات الإنسانية مهمة بقدر اهتمامه بنفسه. واختيار يوم فرحه كان اختيار موفق جدا من المؤلف نظرا للأحداث الفريدة اللي بتحصل في اليوم ده، بجانب إن يوم زي ده يتحول لكابوس، فهي مفارقة جيدة يطلع منها كوميديا حلوة. ولكن اختيار اليوم ليه معنى رمزي عظيم، ألا وهو الإيثار، وإنه في أسعد أيامه قرر إنه يضحي من أجل عيلته. النهاية اللي اتفقنا إنها ما كانتش واقعية تماما، وإنه هو ما كانش ممكن يموت ولا حتى هم كمان، ولكن الغرض منها كان رمزي عشان يوريك رحلة البطل من أقصى درجات الأنانية لأقصى درجات التضحية. التكرار كان فرصة لاكتساب الوعي، واليأس فرصة لإعادة التوجيه. خليك شايف المعنى في كل فعل بتعمله في حياتك، لأن ده اللي هيخلي عندك سبب للاستمرار في أصعب الظروف. وبس كده خلصت رحلتنا مع فيلم ألف مبروك، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا اكون قدرت اضيف حاجه جديده او الفت نظرك لشيء، رساله، فكره او وجهه نظر مختلفه، والاهم في الاخر هو رايكم انتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو حبيت الحلقه والكلام وعايزه ينتشر اكتر، اعمل شير للحلقه مع صحابك ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات الجايه. ولو عايز تعرف عني اكتر هتلاقي لينكات الانستجرام واكس وفيسبوك تحت في الديسكريبشن، تابعني هناك. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، و سلام.